الحقيقة اللي محدش بيقولها عن الخيانة، اغلب الناس فاهمة الخيانة غلط وعشان كده بيتوجعوا مرتين. احنا متربيين ان الخيانة معناها حاجة واحدة، ان الشخص ما بقاش بيحبك، بس الحقيقة النفسية مختلفة واصعب. في ناس بتخون وهي لسه بتحب، وده مش تبرير، ده تفسير. الدراسات بتقول ان الخيانة احيانا مش بسبب نقص في الشريك، لكن بسبب فراغ جوه الشخص الخائن نفسه، احتياج للتقدير او احساس ان هو مش شايف نفسه كفاية، او هروب من ضغط مش عارف يواجهه. في الحالة دي العلاقة الجديدة مش حب، دي جرعة احساس مؤقتة، علشان كده تلاقيه يخون ويرجع عادي جدا اكن مفيش حاجة حصلت. وهنا بتيجي الصدمة. المشكلة الحقيقية هنا مش في الخيانة نفسها، المشكلة في اللي بعدها. الطرف التاني هنا يبدأ يسأل نفسه، هو أنا مش كفاية؟ مع إن الحقيقة في أغلب الأوقات إن الموضوع ملوش علاقة بيكي أصلا، لكن الألم بيخليك تشك في نفسك. والأصعب إن في ناس بتسامح بس بيفضل جواها مكسور، كمل العلاقة وهي فاقدة للأمان. والطرف اللي خان لو ما فهمش كويس هو عمل ليه كده غالبا هيكرر. الخيانة مش مجرد غلط أخلاقي، الخيانة عرض لمشكلة أعمق من كده، ولو اتعالجت أكنها غلط وخلاص هتتكرر تاني. الخيانة وجع، لكن أخطر وجع إنك تبقى شايف نفسك السبب.